ورا ما حقق وياه كان يقول اي انا اخذت البنيه، قدتها من يديها واخذتها البيت هيكل. يعني بنيه معوق وانكسرت، يعني شنو ذنبها؟ بس باعوا عليه. هذه بنين ذات ال7 أعوام اغتصبت في حادثة خارجة عن الوصف الإنساني، وبطريقة وحشية أقبل شابين للتعرض على بنين مستغلين حالة عدم نطقها منذ صغرها، وهي تعاني في الوقت ذاته من مرض القلب والصرع. والد الطفلة يشرح لنا ما حصل مع ابنته بقلب يتملكه الحزن والألم. والله خابروني الساعة 12 إلا ربع، خابروني يوم خميس، خابرتني طليقتي كانت تقول لي يابا تعال بنتك تعرضت إلى اغتصاب. رحنا للمركز مال راشدية، مسوي لها يعني تحويل إلى مستشفى الطب، ودازين كتاب وياها مال يعني التحرش مالتها، عن طريق يعني هم أول ما جاية قالت لهم اغتصبوها، من طالعين المنطقة سائلين جوارينهم، هو ايش قايل لهم؟ قايل لهم أنا يعني البنية الطب يمنه. فأول واحد الضابط هو أخذه، ورا ما أخذه جابوا الثاني، فأكثر من 1 2 3 هم قالوا هذا الشخص احنا ما مرتاحين له، يعني شفناه ماخذ البنية قايدها دا يشتري لها نستله، هو يبعد بيتهم عن بيت بنتي 4 فروع. الأب لم يستوعب ما حصل مع بنين، والوقت لا يسعفه للملمة مرارة الموقف الذي وضع فيه الآن، وبدموع حارة وكأنها تقول ما بخاطره قبل أن يتحدث طالب من خلالنا الجهات الأمنية بإنزال أشد العقوبات بمرتكبي هذه الجريمة البشعة. يعني بنية معوق وانكسرت، يعني شنو ذنبها؟ بس باعوا عليه، يعني شنو يكون ذنبها؟ يعني وين الحكومة؟ ناشد وزير الداخلية كل يبقى على حالته، يعني بنية معوقة وهسه انكسرت شنو ذنبها؟ يعني هسه اعطينا حل شو اسوي له؟ وفي وقت تنتشر فيه حوادث مشابهة لما حصل مع بنين خلال الفترة الماضية في بغداد ومحافظات أخرى، من جانبها منظمات المجتمع المدني وغيرها من المعنية بحقوق الأطفال تطالب في تفعيل قانون صارم للحد من هذه الظاهرة. من بغداد رويد الأحمد، راديو النخلة.